ازيكم يا حبايب قلبي؟ أنا مش جاية أبرر ولا أدور على حد يطبطب عليا. أنا جاية أحكي حاجة عمري ما تخيلت إنها تحصل معايا. أنا اللي دايما كنت قوية لقيتني ضعيفة قدام حاجة غريبة. مش عارفة ده كان احتياج ولا فضول ولا لحظة ضعف. بس قبل ما أحكي، لو أول مرة تشوفوني دوسوا لايك واشتركوا في القناة علشان توصلكم كل الحكايات اللي محدش بيحكيها غيري. أنا ست متجوزة، عندي 41 سنة، وعايشة مع جوزي في شقة صغيرة فوق السطح في منطقة شعبية بسيطة. انتوا عارفين يعني ايه شعبية؟ كله مكشوف والناس قريبة من بعضها. جوزي تعبان من زمان، وقع وقعة صعبة بعد الجواز على طول، ومن وقتها مش قادر يتحرك كويس ومش بيشتغل ولا بيخلف. يعني البيت كله على دماغي أنا اللي بشتغل وأنا اللي بصرف وأنا اللي شايلة كل حاجة لوحدي. اشتغلت في كل حاجة تتخيلوها، بس آخر شغلانة كنت فيها كنت بخدم ست كبيرة في بيتها. وهنا بدأت القصة. ابن الحاجة اللي أنا بخدمها واللي كنت فاكراه إنه مجرد عيل صغير بيلف حوالين الستات، هو اللي خلاني عملت حاجات ما عملتهاش قبل كده في حياتي. بس إزاي حصل كده؟ وليه؟ استنوني وهحكي لكم من أول لحظة دخلت فيها البيت لحد آخر لحظة قلبي اتلخبط فيها. المهم، وأنا في السوق مرة لقيت واحدة كنت عارفاها، سلمت عليها. كنت أنا في الفترة دي شغالة في المدرسة، وسألتني شغالة فين دلوقتي؟ رديت عليها وقلت لها والله أنا دلوقتي حاليا شغالة في المدرسة، بس المدرسة فلوسها قليلة قوي، وبصراحة مش جايبة همها، وجوزي علاجه غالي قوي. طب أنا هقولك على حاجة، أنا في واحد كان مكلمني عايز واحدة ست تروح تخدم واحدة قريبتها وتقعد معاه. قلت لها تقعد معاها ازاي؟ ردت وقالت يعني هتبات وليها إجازة يوم واحد بس في الأسبوع، وتفضل قاعدة معاها طول الأسبوع. أما انتي عارفة إن مش هينفع، لأن جوزي ما بيتحركش وأنا ما ينفعش أسيبه وحرام عليا. المهم راحت رد عليا وقالت لي خدي رقم تليفونها ولا أقولك أنا هكلمهم ونشوف لو نفع، ونحكي لهم على ظروفك، ولو نفع نفع، ما نفعش خلاص. المهم يا جماعة قلت لها طيب ماشي خلاص، شوفي هتعملي ايه وهستناكي تردي عليا. وطبعا كل واحدة فينا خدت رقم التانية، لأن الأرقام طبعا ما كانتش معانا، أنا ما شفتهاش بقالها كتير قوي بصراحة. وقلت لها خلاص لو في أي حاجة كلميني. وتاني يوم بالفعل لقيتها بتتصل بيا بتقولي بصي يا حبيبتي، أنا كلمت لك الراجل وقال لي خلاص هي تروح للست اللي هتشتغل معاها وتقول لها على ظروفها، وإن شاء الله الست تقتنع وتوافق. المهم بالفعل عطتني العنوان وخدت بعضي ورحت. الست دي كانت ساكنة في كومباوند في التجمع الخامس. طبعا أنا عمري ما كنت رحت الحتة دي بصراحة. أخدت بعضي ورحت ورنيت الجرس، لقيت شاب صغير كده في السن شوية فتح لي الباب، قال لي خير مين انتي؟ قلت له لو سمحت بس كنت عايزك تقول للحاجة إن أنا الست اللي جاية عشان تشتغل. راح قايل لي طيب ثواني خليكي واقفة هنا ثانية واحدة. طبعا يا جماعة أنا دخلت وسلمت عليها، ما شاء الله البيت حاجة يعني تحفة، ما شاء الله الله أكبر. المهم لقيتها بتقولي بصي أنا عايزة واحدة تفضل قاعدة معايا وليكي أجازة يوم واحد في الأسبوع. قلت لها بصي يا حاجة بصراحة أنا مش هكدب عليكي، أنا حاليا بشتغل في مدرسة وظروفي مش أحسن حاجة، وجوزي راجل عاجز بقاله سنين، فأنا ما أقدرش خالص أسيبه لوحده. أنا عايزة أقولك أنا اللي بخدمه وما يقدرش يعمل حاجة من غيري. المهم يا جماعة لقيتها بتقولي تمام، طب انتي عايزة ايه؟ أنا هاجي كل يوم الساعة 8 الصبح وامشي الساعة 8 بالليل. ردت خلاص ماشي يا ستي، على العموم أنا موافقة وما عنديش مشكلة، بس هقولك أنا أهم حاجة عندي هي النظافة. لا والله ما تقلقيش، والله يا مدام أنا هعملك الشغل وهتشوفي بنفسك وهيعجبك شغلي قوي والله. سألتني انتي بتاخدي كام في الشهر؟ فطبعا مرتبي ده قد مرتبي بتاع المدرسة 3 4 5 مرات. عايزة أقول لكم كنت طايرة من الفرحة. عارفين يعني إيه طايرة من الفرحة؟ يعني ما كنتش مصدقة اللي هي بتقوله. وبعدين لقيتها راحت قالت لي على فكرة انتي هتبقي معايا هنا في البيت، هبقى أنا وانتي بس وابني بس، لأن الحاج جوزي
اتوفى، وأنا معيش غير هو ولد واحد، فإن شاء الله مش هتتعبي معانا. الولد اللي هو فتح لي الباب، الولد ده كان عنده مثلا حوالي 24 سنة، في الحدود دي يعني. فهو كان معظم الوقت بيبقى بره مع أصحابه، وما كنتش دايما بشوفه أول ما اشتغلت. فالمهم لقيت مامته بتقولي أنا عايزاكي تاخدي راحتك، ما تتكسفيش، أنا ابني كده كده زي ما انتي شايفة هو طول الوقت بره، ولو حابب بيرجع متأخر قوي، ساعات بيطلع يبات في شقته. قلت لها ماشي. طبعا يا جماعة أنا كنت شغالة وزي الفل. عايزة أقول لكم والله الست بتعامل لي معاملة زي بنتها، مش واحدة خدامة مثلا ولا واحدة بتشتغل ولا الكلام ده. وأنا مش هكدب عليكم، كنت بعمل بضمير لأني كنت فرحانة ومبسوطة، وبدأت لما خدت عليهم شوية أعمل لهم الأكل. هي بدأت تديني من الأكل ده وأنا ماشية، فعايزة أقول لكم إن أنا كنت طايرة من الفرحة، كانت بتوفر عليا كتير الصراحة. اشتغلت وكنت زي الفل ومفيش أي حاجة، وابنها ده كان بيخرج من الصبح لحد بالليل، وبعد فترة ما بقاش بيخرج كتير. فالموضوع ده بصراحة يا جماعة كان مضايقني، لأن طبعا هو غالبية الوقت بقى قاعد في البيت، فأنا بقى مش واخدة راحتي زي الأول. أنا أول ما اشتغلت كنت واخدة راحتي على الآخر. مش مرتاحة ليه؟ يعني أسلوبه كده وقعدته مش طايقاها الصراحة. طول الوقت عايزني أعمله نسكافيه، طول الوقت عايز عصير، عايز شاي، عايز قهوة، تعالي اشتريه سجاير، تعالي مش عارف ايه. وطبعا يا جماعة أنا أصلا ما بطيقش حاجة اسمها سجاير، مستحملة الكلام ده لأني مش عايزة أخسر الشغل ده، لأني بصراحة مش هلاقي حد يعاملني كده ولا يديني مرتب زي ده. لحد ما لاحظت إني وأنا شغالة ابنها ده كان بيقعد يتفرج عليا. بقيت أقول لنفسك يا بنت ما تحطيش في دماغك الحاجات الوحشة دي. بالفعل هو كان بيتفرج عليا، واللي أكد لي الكلام ده لقيته جاي وبدأ يتكلم معايا ويحكي لي عن حاجات ما فيش واحد بيحكيها للشغالة بتاعتهم. يعني من الآخر كده بيحكي لي عن صحابه، بيحكي لي عن أمه. هو كان مقرب قوي مني، عايز يدخلني في تفاصيل وحاجات أنا ماليش دعوة بيها. أنا مالي؟ أنا إيه اللي يخليني أسمع الحاجات دي؟ وبعدين وأنا بسمعه عمالة أقول له معلش يا حبيبي، إن شاء الله هتتعدل، اصبر وإن شاء الله الدنيا هتبقى أحسن، المهم أنت ما تزعلش نفسك. ولقيته رد عليا وقال لي طب وانتي بقى ما عندكيش مشاكل في حياتك؟ عايزة أقول لكم دي كانت أول مرة في حياتي ألاقي حد عايز يسمع مشكلتي. حقيقي أول مرة حد يسألني إيه مشكلتك. عايزة أقول لكم إني مش حكيت له قصة حياتي، أنا حكيت له يمكن من ساعة ما اتولدت لحد اليوم اللي أنا واقفة فيه معاه، وعمالين بنتكلم ونحكي. المهم لقيته راح قايل لي إيه ده؟ يا لهوي، ده أنا على كده المشكلة اللي عندي دي ما تجيش فسفوسة في المشاكل بتاعتك. قلت له والله يا ابني الحمد لله. طبعا عايزة أقول لكم إن كل الكلام ده ومامته نايمة، لأن الست طبعا لو صاحية وشافتنا مع بعض وأنا واقفة ومش بشتغل كانت هتبقى مشكلة. هو كمان بدأ يقلل من الخروجات وبيقعد يحكي معايا، بس طبعا لازم تكون الست نايمة عشان زي ما بقول لكم لو شافتني هتتبهدل الدنيا. وبعدين لقيته في مرة جاي بيقول لي هو أنا ممكن أطلب منك طلب؟ قلت له أؤمرني. خير، الشقة عندي فوق مكركبة قوي قوي وعايزك تعمليها ليا. قلت له حاضر من عينيا، أنا عمري ما هتأخر عليك، بس هقول للست وهطلع أظبطها لك. راح قايل ليا لا ما تقوليش لأمي على حاجة، أنا عايزك تطلعي تعمليها وحساب الشقة دي هيبقى معايا. قلت له إزاي يعني؟ راح قايل ليا يعني زي الناس، حسابها هيكون معايا أنا، انتي لما تخلصي شغل عند أمي اطلعي اعملي لي كده في ساعة وروحي على طول وأنا هحاسبك عليها. قلت له طيب تمام ماشي. طيب الأول هشوفها كده هتاخد مني وقت قد إيه. وبالفعل يا جماعة راح قايل لي طيب خلاص أنا هطلع وانتي اطلعي ورايا، شوفي الشقة قد إيه وشوفي زي ما بتقولي هتاخد منك وقت قد إيه. قلت له خلاص ماشي. طلعت فوق في الشقة اللي أنا فيها العادية اللي هي بتاعت الست، تأكدت إنها نايمة وإن هي بقت تمام. المهم طبعا هو طلع والباب مفتوح وأنا اتأكدت إن الست نايمة. رحت واخدة بعضي بسرعة وطلعت وراه وقفلت الباب ورايا. أول ما شفت الشقة اندهشت من حلاوتها. حرام عليك، وفي حد يعمل في التحفة دي اللي انت عامله ده؟ راح قايل لي والله ما انت عارفة أنا ما عنديش حد بيجيلي وأنا مش متجوز
ويعني بكبر دماغي بصراحة موضوع الشقة ده. قلت له طيب ماشي، بس على العموم الشقة دي عمرها ما هتاخد ساعتين، الشقة ما شاء الله كبيرة قوي، والشقة متبهدلة، دي عايزة لها يوم كامل، وبعدين ما تنساش إني لوحدي. المهم راح قال لي طيب ماشي خلاص، طيب هيبقى يوم كامل إزاي؟ قلت له مش عارفة، تعالى بس ننزل تحت للست تصحى. طب إيه رأيك لما تخلصي شغل عند أمي وتطلعي تشتغلي في الشقة، تخلصيها الصبح وتنزلي الصبح على أساس إنك لسه جاية؟ قلت له بس ساعتها أمك لو عرفت إن أنا كنت بايتة عندك هتبقى مصيبة، وهي بس هتعرف منين؟ ومين اللي هيقول لها؟ خلاص على العموم ماشي، أنا هطلع وهعملها لك، وهي أصلا كمان الست بتنام بدري، هنخلص إن شاء الله على طول. راح قايل ليا تمام ماشي زي ما انتي بتقولي. قلت له بس أنا بقى في اليوم ده هحتاج إن أنا أعمل أكل لجوزي وأفهمه إني هبات في الشغل. شوفي دنيتك وشوفي هتعملي إيه والكلام ده وأنا معاكي. المهم طبعا رحت وعرفت جوزي وقلت له بص أنا هبات بره علشان خاطر الست اللي أنا شغالة عندها، فمعلش أنا هتأخر ومش هعرف أخلص قبل الساعة 2، فهضطر أبات عندها وتاني يوم إن شاء الله آجي. جوزي قال لي طيب ماشي خلاص يا حبيبتي ربنا معاكي. تاني يوم خدت بعضي الصبح طبعا ورحت عادي عند الست، وروقت الدنيا ودخلت علشان أعمل الغدا. وأنا واقفة كده وبعمل الأكل وواقفة قدام البوتاجاز وبيني وبينكم يعني وظهري للباب بتاع المطبخ، بلتفت لقيت ابنها واقف وعمال يتفرج عليا وأنا واقفة، وقلت له إيه خضتني ليه واقف كده؟ قايل لي إيه أنا واقف ومرضتش أتكلم ولا أعمل صوت علشان خاطر ما تقوليش خضتني. قلت له لأ والله أنت فعلا باللي أنت عملته ده خضتني. المهم راح قال لي طب يا ستي معلش حقك عليا، أنا عايزة أقول لكم إن إحنا بقينا أصحاب أنا وهو. طبعا أنا في الأربعينات وهو في العشرينات، سن كبير ما بينا. قال لي أصل أنتي ما شاء الله عليكي حلوة قوي، وبصراحة أنا مستغرب جامد قوي، هو أنتي إزاي أصلا عندك 40 سنة؟ أنتي اللي يشوفك يقول عندك 30 سنة. المهم بصيت له كده وقلت يا أخويا الله يكرمك، الله يكبر بخاطرك، فرحتيني. قال لي أنا مش بهزر، طب بقولك إيه أنتي هتعملي الشقة بتاعتي إمتى؟ قلت له النهاردة إن شاء الله، أول ما أخلص هنا والدتك تنام هاخد بعضي على طول وهطلع. وبالفعل خلصت شغل تحت وطلعت الشقة وهو كان قاعد فيها. أنا استغربت وقلت له أنت ليه هنا؟ قال لي عادي. قلت له دي هتاخد وقت كتير وممكن ما أقدرش أخلصها الليلة. قال لي عادي براحتك وأنا هكون معاكي هنا. بدأت أشتغل وهو قاعد على كرسي، ولاحظت إنه كل ما أوطي يبص عليا وإنه هو متعمد إن يقعد معايا علشان يتفرح. وأنا بمسح قدام باب المطبخ هو قام يدخل المطبخ، لقيته عداه من ورايا ولمسني. أنا قلت يمكن مش يقصد لأن مكان ضيق. قال لي أعمل لك شاي معايا؟ قلت له لأ أنا جاي أعمل. قال لي لأ خليكي أنتي في شغلك. قلت له ماشي. عمل الشاي وقعدنا أنا وهو نشرب الشاي ونتكلم، وأنا باخد الشاي لقيته حط إيده على إيدي. أنا جسمي ارتعش وكده اتأكدت إن أنا عجباه. قلت له إيه مالك؟ قال لي بصراحة أنا من أول ما شفتك وانتي عجباني وأنا حبيتك. قلت له يا سلام، ده أنا أكبر منك وانت فين وأنا فين، مخبيش عليكو أنا بتكلم وجسمي وأعصابي كلها في مكان تاني. بعد ما لمس إيدي لقيته لازق فيا قوي، أنا ما قدرتش أقاوم وحصل اللي عمري ما كنت أتوقعه يحصل، وأنا اللي محرومة بقالي زمان أعمل كده. أنا من بعد اليوم ده كسبت حاجتين. أول حاجة مش هكدب عليكو، هي متعتي اللي أنا بصراحة عمري ما حسيت بيها، يعني سنين عمري ما لقيتها ولا حسيت بيها. والحاجة التانية الفلوس اللي كنت باخدها منه. للأسف الشديد أنا في التوقيت ده ما كنتش حاسة بزعل، مش حاسة من جوايا إن أنا زعلانة. أنا بقيت مبسوطة ومرتاحة معاه وتمام. يعني عايزة أقول لكم لدرجة إن مامته الست دي لما كانت بتيجي تحكي لي مثلا وتقول لي عايزة اتجوزه ولا عايزة اعمله، كنت اقعد اقول لها يا حاجة يعني اللي اتجوزوا خدوا ايه. حقيقي انا حاسة ان ده احسن شغل انا عملته في حياتي. بصراحة انا مش قادرة ابعد بعيد عنهم ولا قادرة اسيب الناس دي ولا هعرف، ومستحيل في نفس الوقت برضو ان هو يتجوز واحدة زيي.
معلش أنا ست كبيرة وتانيا خدامة، يعني استحالة إن يحصل بيني وبينه جواز. فأنا كنت بحاول بقدر الإمكان إني أحافظ على علاقتي بيهم، يعني علشان من الآخر أنا مستفيدة منهم قوي. بس أنا في عندي مصيبة كبيرة، إني مش حاسة خالص بالذنب من ناحية جوزي. يعني برجع وأقول لنفسي أنا أصلا من ساعة ما اتجوزت وأنا محرومة من الكلام ده كله ومش هينفع. أصلا أنا معرفش إيه اللي خلاني فضلت عايشة السنين دي كلها مع جوزي. يعني هو يحمد ربنا إني بخدمه أصلا وأنا ما بشوفش منه أي حاجة خالص من الحاجات اللي بعملها مع ابن الست دي. فمش حاسة خالص بالذنب من ناحية جوزي حقيقي، وفي نفس الوقت أنا اللي بصرف عليه، فمش حاسة إنه عمل لي حاجة في حياتي. في نفس الوقت خايفة برضو إني أبطل أعمل كده مع الولد، يروح يقول لمامته مثلا وأمه ساعتها تطردني، ولما تعرف طبعا إن أنا كنت بطلع عند ابنها والكلام ده أخاف طبعا لحسن تطردني من الشغلانة. بيني وبينكم ساعتها أنا مش هبقى عارفة أعمل إيه. أنا مش قادرة أبعد بعيد عن ابنها، لأن بالفعل أنا مبسوطة قوي معاه، ولا قادرة أسيبهم علشان الفلوس مش عارفة أتصرف إزاي. مش عايزكم تجيبوا اللوم والحق عليا، إن إحنا بني آدمين وكلنا بنغلط، إحنا مش ملايكة. ودي كانت قصتنا النهاردة للعبرة فقط حبايب قلبي. أتمنى أن نسمع آرائكم ونشوف الكومنتات بتاعتكم هتكون إيه على القصة. وألف شكر المستمعين الكرام.